بقى نشوف الضمائر كلها في الجدول ده، بس احنا هنحط في الجدول ده هنزود ضمير الفاعل وبعد كده ضمير المفعول عشان تعرف تربط ما بينهم وتعرف الفرق ما بينهم. عندنا ضمير الفاعل I، ضمير المفعول بتاعه me. ناخد مثال he helps me، هو ساعدني. الني دي أو ناء الفاعلين دي بنقولها في العربي ناء الفاعلين، هي me اللي هو ضمير المفعول. رقم 2 you ضمير الفاعل، ضمير المفعول بتاعها you. أنت، أنتي، أنتم، أنتن. نقول إيه؟ I study with you، أنا بذاكر معك. الكا دي أو الكاف دي معناها ضمير المفعول بالإنجليش. رقم 3 he ضمير المفعول بتاعه him. نقول مثال she sees him، هي رأته. رقم 4 she ضمير المفعول بتاعها her. I know her، أنا أعرفها. وزي ما أنت عارف الها دي هي الضمير المفعول في الإنجليش. it ده ضمير الفاعل، ضمير المفعول بتاعها it برضو ما اتغيرتش، ودي بتستخدم لغير العاقل زي ما احنا عارفين. ناخد مثال I feed it، أنا أطعمتها. رقم 6 we ضمير المفعول بتاعها us بمعنى إحنا. ناخد مثال they help us، they help us، هما ساعدونا. آخر ضمير معانا اللي هو they ده كضمير فاعل، ضمير المفعول بتاعه them بمعنى هم. نقول I see them، أنا رأيتهم. تعال نراجعهم كده بسرعة. I me you he him she her it we us they them. أظن الموضوع بسيط وجميل ومفيش مشكلة فيه خالص، وتقريبا فهمنا الفرق ما بين ضمير الفاعل وضمير المفعول. طيب